والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فبهذه الليلة المباركات يحتفل المسلمون بالمشارق الأرض والمغاربة بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين وأفضل خلق الله أجمعين. عيد ميلاد النبي الهادي العيد وأنت بسائر الأعياد. إن الاحتفال بحق تلك الذكرى عطرة، وأن نتذكر سيرته صلى الله عليه وسلم، وأن نتبعه في كل ما جاء به من عند الله، كما أمر الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لنا في رسول الله أسوة حسنة وقدوة طيبة، ولقد كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا. ويكفي التنويه بسمو خلقه قول الله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. فلما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن الكريم، يأتمر بأوامره ويجتنب نواهيه ويتأدب بآدابه ويعمل بأحكامه ويكفره آناء الليل وأطراف النهار كما أمره الله سبحانه: ورتل القرآن ترتيلا. فكان صلى الله عليه وسلم قرآنا عمليا يمشي على الأرض. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالنور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكتاب المبين هو القرآن الكريم صلوات الله وسلامه عليه. كان أقوى الناس وأشجاعهم في الحق، وهو قائل في حديثه الشريف: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستغفر بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء فلا تقل أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لا تتبعه عمل الشيطان صلوات الله وسلامه عليه. كان أكرم الناس وأسقاهم يدا، ما سئل عن شيء فقال لا. كان يعطي الكثير والكثير. أعطى صفوان يوم حنين واديا مملوءا إبلا وغنما، فقال صفوان: ما طابت بهذا إلا نفس النبي. وهو القائل في حديثه الشريف صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة ودعوا مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبلاء الدعاء. الصدقة تسد 70 بابا من السوق، الصدقة تدفع ميتا السوق، صنائع المعروف تقي مصارع السوق، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيل في العمر صلوات الله وسلامه عليه. كان مع علو منزلته ورفعة قدره كان أحسن الناس تواضعا. سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها: ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، أي في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج على الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. لما يسمع بلال يؤذن في سنة الصلاة ويقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. حقا بالصلاة راحة النفوس واطمئنان القلوب. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن تواضع في غير منتصر، وذل في نفسه من غير مسألة، وأنفق مالا جمعه في غير معصية، ورحم أهل الذل والمسكنة، وخلط أهل الفقه والحكمة. طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره. طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله. قال له بعض أصحابه: يا رسول الله، طوبى لمن رآك وآمن بك. فقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. وددت لو أرى إخواني. قالوا: ألسنا إخوانا؟ قال: أنتم أصحابي، وأما إخواني فهم
قوم آمنوا بي ولم يروني. كيف تعرفهم يا رسول الله؟ قال يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، في وجوههم نور وفي أطرافهم نور، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نسأل الله سبحانه أن يشرف بنا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وأن يتقبل منا ومنكم